مساكم الله بالخير. في كثير من ديار المسلمين يؤذن، توضع الفرش للصلاة، يغطي صاحب المحل بضاعته، تقام الصلاة ثم يعود لدكانه. الحال في السعودية مختلف، سيارات يحشر فيها وافدون وشبان، يتناثر الناس والنساء والأطفال في مواقف السيارات بانتظار فتح المتاجر. ألا تجوز الصلاة في ساحة السوق ورصيف الشارع لتعود الأرض مسجدا وطهورا ويرتفع الحرج؟ لمناقشة إغلاق المتاجر والمؤسسات في أوقات الصلاة يواجه الصحافة الدكتور سعد بن مطر عتيبي، الأستاذ في المعهد العالي للقضاء، عبد الله العليويط الباحث الشرعي، عبد الله الأحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة دار البندر، والدكتور فهد بن جمعة الكاتب الاقتصادي. مساكم الله بالخير. دكتور سعد، أبغى أرجع معاك من السؤال الذي طرحته أنا في المقدمة، أن في بلاد المسلمين، معظم بلاد المسلمين، يؤذن، بعض الناس يفرش، يعني أهل المتاجر يفرشون بالقرب. هذا المنظر كان حتى في مكة إلى عهد قريب موجود، يعني يضع غطاء على البضاعة ثم يصلون، يؤدي نافلته ويعود لفتح دكانه. لا أحد يغلق المتاجر على النحو الذي يجري في مدن المملكة العربية السعودية. ما رأيك أنت في هذه الصورة؟ بداية بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سؤال أكيد يطرحه أي شخص، خاصة أظنك تتحدث بلسان كثيرين يتساءلون هذا السؤال. يبدو أن هناك فارق كبير بين المملكة باعتبارها دولة تبنت نظام إسلامي وجعلت الشريعة هي مصدرها وهي القائمة على تنفيذها. نعم. بمعنى أن المملكة العربية السعودية جعلت في النظام الأساسي للحكم أن من واجبها أن تسوس الناس سياسة شرعية، وأن من واجبها إقامة الدين. فهذه قضية أظنها ليست موجودة في الدساتير الأخرى في العالم الإسلامي، ومن هنا كان المنطلق لكثير من الأشياء التي تفترق فيها المملكة عن غيرها، باعتبار الدولة هنا كما يقول علماء النظام السياسي الإسلامي تقوم بحفظ الدين وسياسة الدنيا به. فهذا المفهوم مختلف في فلسفته عن مفاهيم أخرى، ولذلك يترتب على هذه الفلسفة عدد من القضايا التي فعلا ربما ينظر إليها الآخرون على أنها تحتاج إلى جواب. يعني أنا طبعا هنا لا أناقش مسألة يعني تطبيق الدين، وأن دستور المملكة العربية السعودية مستمد من الإسلام، وأنها دولة قامت على التوحيد، هذا لا مراء فيه ولا نقاش. أنا أتكلم عن هذه الصورة. يعني إذا كان سفيان الثوري أفتى حمالا بالمؤاجرة لنفسه ولو فاتته الجماعة على أن يعمل لغيره ولو كان في ذلك إدراك للجماعة، يعني أين هذا الفقه اليوم؟ يعني وأين الفقه الذي يقول للناس هل من الفقه أن تحشر الناس في سيارات وتلزمهم دخول المساجد؟ حتى أحيانا حدث هذا في بعض الأماكن، حشر ناس يعني غير مسلمين، والنساء في الشوارع، في المحال التجارية، تخرج المرأة وتقف في الشارع في الحر، أحيانا تتعرض للتحرش، وأحيانا سائقها أو زوجها غير موجود. هل هذا من الدين أم من التقاليد أم هي سياسات شرعية قامت ويجب أن ويعاد النظر فيها؟ جميل. الحقيقة يجب أن نفرق بين ما هو من الدين وما هو إجراءات لحفظ الدين. بالضبط. هذه قضية مهمة في البداية، ولذلك أنا لا أناقش في الدين، أناقش في الإجراءات. لو أذنت لي، يجب أيضا أن نفرق بين الأخطاء في التنفيذ والتطبيق وبين النظام نفسه. فعندنا أنظمة كثيرة يخطأ في تطبيقها، يعني سواء كانت أنظمة شرطة، أنظمة حتى في الأنظمة التجارية، في الأنظمة الاجتماعية، عندنا أشياء كثيرة يقع فيها الخطأ. نعم. فلا يصح أن نحتج على النظام بالخطأ، لكن الصحيح أن ننظر في النظام، هل هناك أشياء ربما لا يعالجها، هناك أشياء ربما تترتب عليه مساوئ ومفاسد، فندرس هذه القضية، لأننا في جانب إجرائي وليس في جانب موضوعي. طيب، فهذا يبدو له هو الفارق. طيب عبد الله، أنت إيش رأيك بهذه الصورة اللي طرحتها واللي تكلم عنها الدكتور سعد؟ وبالنسبة لإغلاق المحلات التجارية، أنا أعتبره من المبالغة في الحث على الصلاة. نعم، الحث على الصلاة أمر جيد، وخاصة إذا كان في النطاق الإعلامي وفي النطاق التعليمي، وهذا شيء مطلوب، وهذا دليل على تدين الدولة وتدين المجتمع. لكن أن يصل الأمر إلى معاقبة من لا يغلق للصلاة، هنا الإشكالية. العقاب هذا لابد له من دليل من كتاب أو سنة، ولا يوجد دليل يوجب معاقبة من لم يغلق محله للصلاة. مسألة أن هذا من السياسات الشرعية، السياسة الشرعية أصلا وجدت لمصالح الناس، في حين أن هذا النظام يصادم مصالح الناس. مسألة والله كيف يصادم مصالح الناس؟
حينما تغلق المحلات التجارية 45 دقيقة لكل وقت، هذا في مضار كثير على الناس، سواء للبائعين أو سواء للأفراد المشترين، بسبب الازدحام وبسبب ضيق الوقت عند كثير من الناس، وهذا يحتاج إلى مزيد من الوقت. ولا شك أن مسألة الإغلاق أنه يعرقل ويحد من الحركة، وخاصة في بعض الأشياء المهمة كالأشياء المرتبطة بالعلاج أو الأشياء المرتبطة طيب، بالسفر. على أي أساس قامت مسألة إغلاق المحال التجارية؟ يعني هناك من يستند أو يرجع الموضوع هذا إلى مسألة دينية. أنت كيف ترى هذا الموضوع؟ ترى أنه ما له أساس شرعي؟ هو ليس له أساس شرعي. هو من يوجب الإغلاق أو من يحث على الإغلاق يتصور أن الصلاة لا تقوم إلا بالإغلاق، وأن عدم الإغلاق هو تهاون بالصلاة، وهذا غير صحيح. بل أستطيع أن أقول أن الإغلاق هو نوع من أنواع الغلو في الصلاة. وأرجع وأقول مرة أخرى الإلزام، وليس أن يفعله الشخص من تلقاء نفسه. إذا فعله الشخص من تلقاء نفسه هذا عمل خير بالنسبة له، لكن كونك تضع نظام ويعاقب من لا يغلق، هذا كما ذكرت لك لا دليل عليه. ومن يفعل ذلك أو من يحث عليه أو الأنظمة التي تحث على هذا الأمر هي تتصور أنه إذا لم يغلق الناس للصلاة أن المساجد ستفرغ وأننا تهاونا بالصلاة. طيب. لابد أن نعرف حقيقة معنى الصلاة وحقيقة الحث على الصلاة. الحث على الصلاة لا يكون بمثل هذه الإجراءات، وإنما كما ذكرت بالتوعية بالإعلام، لكن لا يكون بإغلاق المحلات، وخاصة هذه الفترة الطويلة 45 دقيقة لكل وقت، وخاصة الصلاة الرباعية. هل في تاريخ المسلمين جرى مثل هذا الإجراء من خلال ما قرأت أنت؟ كإغلاق كأنظمة لم أقرأ ولم أطلع على أن هناك كان في تاريخ المسلمين حاكم أو نظام سياسي يوجب الإغلاق أو يلزم الناس بالإغلاق. ربما تجد شذرات من هنا ومن هناك لأناس يفعلونه من تلقاء أنفسهم، وهناك من يحتج بمثل هذه الأفعال، ولكن كما ذكرت لك هذه تفيد في مسألة الإغلاق الشخص بالنسبة للشخص، لكن بالنسبة للإلزام بالنظام تلك الحوادث لا تفيد في الإسلام. أنا أبغى أرجع لك يا دكتور سعد في مسألة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو مسألة التحريق في صلاة الفجر. هناك من يحتج بهذا الحديث، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مسألة التحريق من النساء والأطفال هذا لم يكن واردا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه استثنى لولا أن فيها كذا كذا، لكنه رغم هذا لم يحمل عليهم ولم يؤنب قال هذا الحديث ولم يقم بإجراء تجاه هؤلاء. هذا ما يستدل فيه الناس على أن مسألة يعني إجبار الناس على الإغلاق لا سند له في السنة. لا طبعا أنا أتحفظ على كلام الأخ عبد الله أنه لا أصل له، وهذا غير صحيح على الإطلاق. لأن عندنا مجموعة من النصوص الشرعية الآمرة بالصلاة، وعندنا مجموعة من النصوص الشرعية الآمرة التي تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تجعل هناك التغيير اليد لمن استطاع التغيير باليد، وهو هنا الدولة ممثلة في النظام في هيئة الأمر بالمعروف مثلا. وأيضا هناك نصوص نظامية موجودة عندنا في هذا المجال. أضف إلى هذا نصوص التمكين الموجودة في القرآن، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهناك نصوص تأمر بالأطر على الحق أطرا، وهذا من الأشياء التي وردت. إضافة إلى أن هذا وجد أيضا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المحلات تغلق، وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين ورد هذا صريحا واضحا. بل إن قصة الحديث الذي سألت عنه يعني هذا في البيت، فما بالك بالأسواق؟ يعني إذا كان هذا في البيت ممكن أن تتعرض له الدولة وتلاحقه بمقتضى هذا الحديث. وإن كان لم يقم بفعل، لم يقم صلى الله عليه وسلم بفعل. قال الحديث، وهناك من باحثين وفقهاء قالوا أنه لم يقم بفعل. صحيح، لم يقول لولا ما فيه لولا أن فيه نساء كذا لا حرج. الأسواق ليس فيها نساء ولا ذرية. بعيدا عن التحريق لأنه لم يكن واردا في ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه في مسألة لم يقم ما دون التحريق، لم يقم بشيء من هذا. ولماذا؟ يعني عندنا أولا هذا لذلك أنا أجيبك الآن. يعني قضية الأسواق ليس فيها نساء وذرية، هذا أو بائع في السوق يبيع وليس عنده نساء ولا ذرية، ولذلك ممكن أن نتعامل معه بنظام. بالنسبة للبيوت ليس أصلا من غرض الإسلام الدخول إلى هذه الأمور، لولا أن في قضية متابعة المنافقين. وتعرف من حكم المنافقين في الإسلام يعاملون كمعاملة المسلمين ولا يخصون بمعاملات خاصة. وهذا يعني المجتمع الإسلامي يتقبل المنافق ما دام أنه لا يظهر معارضة للدولة وردة صريحة. يعني هذا يسير على نسق
النسق القاعدة الإسلامية في التعامل مع المنافقين. لكن أيضا هذا الحديث لا شك أنه أوصل رسالة، وأن هناك من توقف عن هذا الأمر. ولهذا وجدنا المنافقين يقومون إلى الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لماذا؟ هل هو في بيوتهم؟ لا، في المساجد. لماذا؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فأيضا هذا الذي ذهب إلى بيته ربما كان هو من أهل السوق، لما أغلق السوق ذهب إلى بيته حتى يتستر بهذا. شوف هذا اللي هو في كتاب الحث على التجارة للخلال، يقول: أخبرنا أبو بكر المردوي قال: سمعت أبا جعفر الخرساني قال: سمعت شعيبا يقول: قلت لسفيان الثوري: ما تقول في رجل قصار إذا اكتسب الدرهم كان في الدرهم ما يقوته ويقوت عياله، لم يدرك الصلاة في جماعة، ولم يكن في الأربع الدوانيق ما يقوته ويقوت عياله، فأيهما أفضل؟ قال: يكسب الدرهم ويصلي وحده أفضل. يعني سفيان الثوري هذا تلميذ أحمد. القضايا الفردية تختلف. يعني الآن في قضية أيضا أشار لها الأستاذ عبد الله، يجب أن نفرق بين القضايا الجزئية وبين قضية نظام عام. الدولة الإسلامية لها نظام عام، والنظام العام هذا موجود في كل القوانين الوضعية. النظام العام يجب أن يحترم ككل كسيادة، لكن لا ينظر إلى الأفراد. ولذلك عندنا حتى النظام لا يلاحق الناس في بيوتهم، ولا يسأل هؤلاء الذين أغلقوا: هل صليتم أم لم تصلوا؟ المهم لا يكون ظاهر في الشارع بهذا المظهر. هو دين أيضاً هو من الدين ولا من السياسة الشرعية التي ولي الأمر أن يقرها أو لا؟ السياسة الشرعية من الدين. أي بس يعني لكن هل هو إجرائي أو موضوعي؟ أيوة، هو إجرائي. ولا شك أن الأشياء الإجرائية ينظر فيها، ممكن أن تطور، ليست قابلة، يعني ليست قضية قابلة أو عفوا جامدة لا تقبل التطوير. ولهذا احنا وصلنا معك إلى مرحلة جيدة. خلينا أنا برجع للتاجر. ما هو يا أستاذ عبد الله موضوع الخسائر أو المضار التي تقع على المتاجر في مسألة إغلاق المحال للصلاة 4 مرات في اليوم؟ كيف تشوفونها أنتم؟ احنا نشوفها من عدة عوامل وعدة معطيات. يعني أول أنها تأثر على العاملين وإنتاجيتهم، وتأثر على المتسوقين، يعني بحيث أنه في بعض المحلات التجارية تلقى المتسوق يعني قبل وقت الصلاة بربع ساعة مثلا يترك بضاعته، لأنه يتم إشعارهم بأنه سوف يتم إقفال. قبل ربع ساعة كويس، في ناس أكثر ولا لا؟ في نعم، يختلف على نوعية النشاط. ففي أثار على إنتاجية العاملين في المحلات التجارية، وهذا يعني يعتبر هدر وخسارة لأصحاب المراكز التجارية، وبالتالي هدر للبلد، هدر للبلد وإنتاجية. في نفس الشيء المتسوق يعني يتدمر من عملية أنه الوقت هذا لا يسعفه في عملية قضاء احتياجاته وتسوقه. هذه العنصرين الرئيسيين اللي تتضرر منها العملية الاقتصادية في هذا الشأن. يعني طيب. أنا أرجع بس إذا ممكن يعني نقطة، إنه عملية إنه هي جانب إجرائي فيما يتعلق بتوقيت أو وقت الصلاة وتنفيذه. يعني لو أخذنا قياسا في الماضي، يعني كلنا نتذكر إنه قبل كانت صلاة العشاء في شهر رمضان كانت زي الأشهر الأخرى، فرق ساعة تقريبا. الآن يعني الشيخ الله يرحمه بن باز أفتى بعملية إنه تمديد وقت صلاة العشاء. قامت صلاة العشاء من بين المغرب والعشاء وضع ساعتين مظبوط، حتى يتمكن الناس من الأكل من الشرب. نعم. فأنا أعتقد أنه هذا يمكن وهذا يؤيد كلام الشيخ أنه عملية إجرائية وقابلة للنظر من أصحاب الاختصاص في المرونة في هذا الشيء.